صغير يا ابو البطيخ، الله يا ابو البطيخ خلينا نصور. اوكي فين الله. مرحبا بالجميع، شلونكم؟ بالفترة الحالية هواي من الاشخاص يقضون وقتهم على اليوتيوب، انستغرام، تيك توك وغيرها من برامج هواية. بس بخلال مشاهدتهم للمقاطع لبعض صناع المحتوى تجي ببالهم شغلة، وهي ليش ما اصير صانع محتوى نفس هذولي؟ فتقرر انك تشتري معدات تصوير احترافية وكاميرات وتضبط الخلفية وتشتري برامج مونتاج. بس هذا كل اللي جاي يسويه غلط. راح تقولي ليش؟ كمل وياي المقطع خلي افهمك خطوة بخطوة شلون تبلش على اليوتيوب. اولا لازم تحضر اسم وبنر خاص بالقناة ولوجو. زين عمو، ليش احتاج كل هذا؟ شوف حبيبي، كل قناة لازم تكون لها هوية، ماكو قناة بدون هوية. ابسط مثال هويتي انا اسمي عمو العراقي، يوتيوبر الى اخره، والناس تعرف من خلال اسمي شنو المحتوى اللي اقدمه او منو انا او شنو غايتي وهدفي من القناة الى اخره. ثانيا ابدأ باشياء رخيصة، راح تحس هنا شوية بالخجل من الناس اذا اشتريت وصورت باشياء رخيصة. احب اقول لك لا حبيبي، ماكو اي خجل بهاي الشغلة، لانه كل صناع المحتوى بدأوا بأبسط الأشياء، وهذولي بعض الأمثلة. السلام عليكم. اليوم عندنا أول حلقة في القناة وبتكون حلقة درافت. طبعا لابس مدريد عشان إن شاء الله نحصل رونالدو بنفسجي. ما أطول عليكم. أوه 4-3-2-1 قصدي، خطة وايد أحبها لأنها هجومية. خلينا نشوف مين بنحصل. رونالدو. أوف مايكون انفورم. مايكون لا تهاش مردون. زين مهاجم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ اليوم عندنا سلسلة جديدة من فيفا 16. طبعا فيفا 16 ايرلي اكسس، اللي ما عنده الاكسس يروح يشتريها عشان يقدر اللعبة يلعبها 10 ساعات. اليوم عندنا سلسلة اللي هي شو نسميها نسميها مجد الالقاب. نحاول نوصل الى 25 لقب، اوكي؟ لكن تفتيح الباكيجات راح يكون في تفتيح باكيجات، لكن حيكون عن لاعب يلمع. الله فرناندينيو، ممتاز اتوقع عنه الله 9000. واو. فأنت مو لازم تصرف كل ثروتك وفلوسك على اليوتيوب وأنت بادئ جديد. ثالثا حاول أنك تكون محتوى مميز، مثلا الناس تشوفها تنزل بنفس طريقة التصوير وبنفس الأفكار، أنت حاول تجيب فكرة جديدة، نفس فكرة حسين جزاري أو ايمات تيتش، سلسلة قوامة تقنية. طيب شوف. رابعا حاول انك تثبت على محتوى. راح تقول لي شلون اثبت على محتوى وانت بنفسك يا عم العراق ما ثابت على محتوى؟ خليني افهمك نقطة نقطة. اول شيء انا محتواي منوع من زمان، يعني قبل اكثر من سنتين كنت انزل مختلف الافكار والانواع والاشكال من المحتوى، من تعليم، من قصص، من ميمز الى اخره. فاعرف الجمهور اللي جمعته وشلون انميه واطور قناتي واجذب اكثر عدد من الناس. وتقدر امين انت تثبت على 3 محتويات اكثر شيء، مثلا قصص وتعليم او شيء شاطح وجيمنج. خامسا لا تركز على صناع المحتوى العمالقة اللي عندهم مشتركين او تفاعل، او مثلا تشوف توام عالي ويستضيفوهم ايفنتات او هيك شيء. صح انه انت تريد تكون نفسهم ويوتيوبر ناجح وعندك محبين، بس لازم تعرف ان التركيز على نفسك اولا افضل من التركيز على غيرك، لانه اذا ركزت مثلا على استوديو اشرف. اتكلمنا عن تطبيق اوبن كاميرا، اكتر فيديو عليه مشاهدات وتفاعل على القناه لحد دلوقتي، ومع زياده خبرتي وتجاربي مع التطبيق وكمان بعض الاسئله اللي ما ركزت على نفسك راح تبدي تدريجيا تقلده، يعني بطريقة الكلام او الاسلوب او المونتاج، نفس متابعين بارتيوب بالضبط، اللي اول ما يبدأون المحتوى راح يبدأون نسخ لصق من بارتيوب، عدا ان المواضيع تختلف. وانا عن نفسي يمين كنت من ضمنهم، كنت يمين متابع البارتيوب، كنت يمين اخذ حرفيا الافكار اللي عنده بالضبط، كنت يمين استخدم نفس الجي اي اف، نفس الاسلوب، نفس طريقة الكلام، نفس التحشيشات والنكت او الحشات يسموها وهيج. سادسا ثق بنفسك. راح تقول لي شوف هذا البطران شنو يحكي، بس بعدين راح تتذكر كلامي. لا تقول انه انا ما اقدر انجح ومستحيل اوصل لاي شيء، لا، تقدر توصل اذا استمريت، اذا واجهت الصعوبات. ما قلت لا تفشل، بالعكس ماكو اي شخص ما يفشل، عادي يفشل مرة مرتين مليون، مو مهم. اعتبر الفشل مجرد ضوء بالنهار، بمعنى انه ما من عنده فايدة، سواء استمر او وقف، لان النهار اصلا مضيء. واذا كنت تريد تصمم صورة مصغرة نفس اللي اصمم من انا بقناتي، تقدر ببساطة تطلب مني على الانستغرام اصمم لك صورة مصغرة مجانية، او تقدر تشوف هذا المقطع وتتعلم منه. واذا ما عجبتك النتيجة تقدر تنتظر قريبا انزل شروحات عن الصور المصغرة اكثر، وخليك تحترفن اكثر مني. وبس لا تنسى اللايك والاشتراك، ومع السلامة، اشوفكم بالفيديو الجاي.